صراحة حي الحافة من الأحياء اللي كانت منسية في مدينة طنجة، لا بالمنازل المهمشة ولا بالسكن العشوائي ولا بزاف الحاجات، ولكن دابا كنلاحظوها تبارك الله وصلت على النبي، رجعت من أجمل الأحياء اللي كاينين في مدينة طنجة. وانتم كتشوفوا تبارك الله لا من الالوان الموحده ولا ما عندنا ما نقولوا الصراحه الثقل، زعما هادشي تبدل علينا والله العظيم. انا بيدي بغيت غير كنشوف. طبعا راه السياح راه بداو من دابا كيهبطوا ويتفقدوا الحي ويشوفوا، وكنظن الناس بزاف عندهم شي افكار يعملوا شي مشاريع هنايا شي حاجه، الله اعلم. المهم حنا المهم داك الشيء كامل والحي ديالنا تصلح ورجع غزال ومزيان، واللهم لك الحمد. كيف ما كنعرفوا ان حي الحافه راه من اقدم الاحياء اللي كاينين في مدينه طنجه خصوصا مرشان. يعني كان واحد الحي مهمش وما كانوش كيهتموا به بزاف من حيث السكن العشوائي اللي كان فيه، من حيث التهميش من كل شيء. ولكن الحمد لله مؤخرا بدينا كنشاهدوا بعض الشركات دوك يتدخلوا وسكسفوا على منطقه. راه مرشان كامله بالضبط، ماشي غير الحافه، راه تعلق في المدينه كامله، مرشان مدينه قديمه الحافه كلشي رجع دوك يعطي واحد النظره مزيونه، لا من التصبيط لا من البيبان لا من كلشي. وخصوصا بالحافه الزوار ديال بداو كيتكثروا الزوار عليها، بداو كيهودوا لينا الناس. قبل الناس كانوا كيخافوا يهودوا الحافه صراحه، بنادم ما كانش كيزعم يهود حدو حجره غنام والحنفطه. ولكن دابا بنادم ملي بدات كيشوفوا الدنيا بدات كتزيان والبناء بدا يعني البني بدا مزيان والامور مضبوطه، بنادم بدا كيهود كيزعم يهود يطلل اطلالات مزيانه، الاحياء رجعوا موسعين، يعني داك الشيء مزيان الحمد لله. حي الحافة عرف واحد الثورة، يعني واحد الثورة من ناحية ديال الإصلاحات ومن ناحية ديال الترميم ومن ناحية ديال إعطاء واحد الجمالية تليق بهذا المكان اللي كيحظاها في مدينة طنجة، حيث أنه كيتعتبر أقرب حي إلى الشاطئ كيتميز بواحد المنظر بانورامي جميل مطل على البحر وعلى الضفة الأخرى. ولهذا الالتفاتة المولية الشريفة لمدينة طنجة كان لحي الحافة نصيب أكبر من هذه الالتفاتة، حيث أنه خضع لعملية أولا قبل أن يتم الترميم كانت عملية إعادة إسكان سكان الحي، وديكشي كان عبر مراحل. وآخر المرحلة شرعوا السلطات في تهيئة الحي. كما كتشوفوا أن الحي صراحة حي رجع حي جميل، حي إيكولوجي، حي في مواصفات اللي كنطلبوا ونتمنوا من الله أنها تكون جميع أحياء طنجة بدون استثناء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.